شفت لمة العيلة في 3 حكايات، مش في الصور القديمة ولا في إعلانات التلفزيون. أنا شفتها في ريحة الأكل اللي بتسبق صوت الباب، وفي ضحكة بتتكرر كأنها أول مرة، وفي 3 أجيال بيرجعوا لبعض مهما بعدوا. جيل جدي كانت اللمة عنده مواعيد مقدسة، الكل لازم يرجع للبيت قبل الأكل، واللمة مش وجبة، اللمة كانت طقس، يحكي ويسمع ويفهم مين زعلان ومين فرحان من أول نظرة. كان بيجمعنا حوالين بعض مش بس حوالين السفرة. اللمة بالنسبة له كانت دفى وكانت أمان. بس مع جيل أبويا اللمة ما كانتش عادة يومية، كانت مناسبة بنستناها، فرح، عزومة، عيد ميلاد، نقعد ونضحك ونصور ونقوم. كان عاوز يبني ذكريات ويحاول يخلق مساحة وسط الزحمة ووسط الدوشة. الكل مشغول، بس لما بيتجمعوا الدنيا بتهدى. يحكي نكتة قديمة ويعيد حكاية سمعناها 1000 مرة بس نضحك كأنها أول مرة. اللمة بالنسبة له كانت استراحة وسط ماراثون الحياة. وجيلنا بيشوف اللمة حلم، بنصورها، نكتب عنها، يتمسك بيها، حتى لو كل واحد بقى عايش في حتة، وبقى بينا 1000 مشوار ومليون انشغال. نبعت لبعض ميمز ونضحك، نقول لازم نتجمع قريب ونتجمع، أو نتجمع في جروب ونغيب في الواقع، نطمن من بعيد ونحس إن ده كفاية. بس الحقيقة ولا حاجة بتعوض حضن العيلة. ورغم ده كله لسه جوانا حتة صغيرة لسه بتحب، بتدور على ريحة زمان، على نفس الضحكة، نفس الطبق، نفس الحكايات اللي اتقالت قبل كده مليون مرة. بس وجود الناس هو اللي بيديها طعم تاني كل مرة. أنا شفت جدي بيلم عيلته علشان يحافظ عليه، وشفت أبويا بيلم عيلته علشان ما يكشر، وشايف جيلي بيلم عيلته علشان يفكر نفسه هو مين. وفهمت إن لمة العيلة عمرها ما كانت عزومة ولا صورة على السوشيال ميديا. اللمة هي فعلا اللي بتجمعنا، لما كل حاجة حوالينا بتفرق، ولما اللحظة بتعدي وتفوت ما يفضلش غير تفاصيل صغيرة، ريحة أكل، ضحكة جدي، نظرة من أبويا وكلمة من أمي، كلها بتترص على بعضها وتحكي الحكاية اللي ما بين السطور.